السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأحلى متابعين. النهاردة إن شاء الله جايين بفيديو خزين مشتريات الشهر، خزين الشهر كامل. الكميات اللي هنشوفها مع بعض في الفيديو دي بقى لي سنين ماشية عليها بتكفينا. احنا أسرة من 4 أفراد، أعمار أولادي في المتوسط رابعة ابتدائي وتانية إعدادي. بقول لكم طبعا المعلومات دي علشان خاطر انتي بقى تشوفي عندك ولادك اكبر ولادك اصغر، عددكم قد ايه، وتحاولي تشوفي الكميات اللي تناسبك. انا مجرد بديك الفكره وازاي ان انا اظبط بالظبط انا بحتاج كميات قد ايه كل شهر. احاول ان انا الميزانيه بتاعتي ما تخرمش مني، لان هي العمليه اصلا مش مستحمله. انا كمان معلومه ان انا مش بطاقه التموين بتاعتي موقوفه، فكمان مش باخد تموين. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش الاشتراك ولايك، وخدي جولة كده في القناة، وان شاء الله هتشوفي حاجات جديدة ومختلفة هتعجبك جدا. نبدأ كده على بركة الله. اول حاجة انا بدأت بيها البيض والجبن. الجزء بتاع البيض والجبن ده اساسي، مهما سعره بيزيد في حاجات، مهما سعرها بيزيد كل اللي قدامكم دي اساسيات. اساسيات انا لازم اول كل شهر اتوكل على الله وانزل اجيبها قبل اي حاجة، قبل بقى البروتين، قبل اي حاجة، هي والخضار ما ينفعش ان احنا نفاصل فيهم. جبت كرتونة من البيض، هي ان شاء الله بجيبها بحاول امشي نفسي بيها الشهر كله على قد ما ربنا يقدرني. كرتونة البيض عاملة 180 جنيه، دي كرتونة البيض. البيض الابيض بيكون افضل في القيمة الغذائية بتاعته للبيض البلدي، فعشان كده حاولي تجيبي البيض الابيض بيكون افضل، والزفارة بتاعته بتكون اقل. الجبنة البقالي بقى، واللي هي الجبن العادية، انا مش جايبة جبن علب خالص الشهر ده، حبيت ان انا اجيب طبيعي واحاول ان انا بنفس ميزانية جبن العلب ان انا ما ازودش. فانا دي جبتها، دي عاملة تقريبا 50 جنيه القطعة دي، يعني اقل من نص كيلو بشوية، ونص كيلو ب70. جبت الجبنة التركي، جبت المبشورة ده برضو ربع ب50. وجبت جبنة كيري السايبة، جبنة الكيري الطبيعي مش النباتي. السايبة دي برضو عاملة الربع ب35، الكيلو منها ب140. كيلو الموتزاريلا ب130. جبت نص، نعمل ميكس حلو كده، فانا جبت نص جبنة موتزاريلا ب35، ب65 اسفة. معاهم لو حطيتي عليهم الجبنة التركي ام 50، ادي 115. نجيب كمان ب15 مثلا شيدر مبشور ربع كيلو ولا حاجة، هيعمل معاكي ميكس حلو جدا، هنطلع منه ان شاء الله افكار كتير. عندك الجبنة القريش برضو بروتين انا بجيبها مش كجبنة، انا بجيبها عشان البروتين. اليوم اللي في الغدا بتاعي مفهوش بروتين، يبقى الفطار او العشاء فيه بروتين. دول تقريبا ب55 جنيه، يعني قطعتين كده عملوا معايا 55. المكرونة زي كل شهر بحاول اعمل موازنة، ان انا ما اجيبش كله من اللي هي الاكياس، لان اسعارها بصراحة عالية جدا ومش عايزة تنزل. فبجيب من السايبة 2 كيلو مشكلة. وبجيب برضو من اللي هي الاكياس دي الملكة، كان الكيس ده عامل الكيلو منه ب33، وجبت معاه كيسين، الكيس كل كيس نص كيلو، الكيس النص كيلو ب15 جنيه. انا جايبة من سوبر ماركت عادي يا جماعة، مش رايحة مثلا مكان هايبر او مكان بيعمل تخفيضات او كده، لا. دي بقى بخليها بتنفع، دي ليها استخدامات ودي ليها استخدامات، لان احنا عندنا فريقين في البيت ناس بتحب السايبة وناس بتحب الاكياس. هنيجي بقى للجزء بتاع السمنه. طبعا اسعار السمنه الفلاحي مش هتكلم عنها بقت عامله ازاي. انا المكان اللي جبت منه ما لقيتش عنده غير فرن، زبده فرن، كان بقالي كتير جدا ما جبتهاش بصراحه، فحبيت اجيبها. الشهر ده القالب ده كيلو عامل 135. الشهر اللي فات الناس اللي شافوا الخزين، الفيديو اللي فات كنت عاملاه الخزين الشهر كله ب1000 جنيه بس. كنت جايبة علبتين من السمنة الجنة. السمنة المهدرجة يا جماعة زي السمنة البلدي، أي حاجة في الدنيا هتزيدي في استخدامها هتبقى مؤذية. أنا بستعملها يعني بصوا اللي هو في الحاجات الضرورية جدا، زي مثلا بعمل رز، حقلي بيض كده بس. لكن اي طبيخ او اي حاجه من تانية من دي انا بعملها ولا زيت ولا سمنه، عشان كده بص هي موفره ومش بنتاذى منها ان هي سواء مهدرجه او لا. فعشان كده بص هتلاقي علبه بحالها مقفوله، والتانية 700 جرام ما كملتهاش. السكر كل شهر بعمل الحركة دي، انا بجيب 6 كيلو. الكيلو هنا كان السكر الكرم ده حلو جدا، الكيلو منه كان عامل 33 جنيه. جبت 6 اكياس ب198. بحاول على قد ما ربنا يقدرني امشي ب5 اكياس بس، وكيس يتشال في كرتونة رمضان برضو بيفرق. برضو هنيجي هنا للزيت. انا الزيت الاستخدام العادي بتاعي من 2 ل 3 لتر في الشهر كله، ما بحاولش اكتر من المقليات. وبصوا انا في الشهر اللي فات كنت جايبه 3 لتر ازازه زيت هديه، 2 لتر و100 ملي، وازازه كمان لتر عليها.
بصوا متبقي معايا قد ايه منهم. يعني برضو بحاول قدر المستطاع، حاولي يعني الحاجات اللي بتستخدمي فيها دهون تستخدمي على الاقل قوي، وتعملي في حاجه تبقى غويطه ومش واسعه. ساعتها هتعرفي الزيت يبقى عميق، ما حتى لو هتقلي البطاطس مثلا على 3 4 مرات، بس ساعتها هيوفر معاكي احسن ما تحطي لتر في طاسه بحالها، فاهمه، وتقلي فيها عشان تقلي على مره واحده. لا، هتاخدي وقت شويه وانت واقفه تقلي، بس هياخد معاكي يعني هيوفر معاكي في الزيت. فانا ازازه زيت الممتاز كانت عامله 55، جبت ازازتين كلفوني 110. الدقيق والفول، الدقيق ده كان الكيسين دول 2 كيلو ب50 جنيه. طبعا البقوليات يا جماعه دول زي اللي شايفينهم بقى مكتوبين قدامكم، انا ما استغناش عنهم، اساسيين. بس اللي بيفرق معايا كل شهر الكميات. انا كان عندي كميات من الشهر اللي فات متبقي، فعشان كده استكفيت بالنص والربع اللي انا جبتهم، بقى دي اسعارهم قدامكم. الرز رفع تاني. انا الرز كنت بجيب الرز ده كان بقى ب27 الحبه العريضه، رجع بقى ب30. جبت 5 كيلو. انا بحتاج هم ال5 كيلو، ما بزودش عنهم ابدا كل شهر. جبت 5 كيلو من الرز عاملين 150. جبت بقى يعني حاجه اهو تتشرب كده جنب المذاكره، او تتاخد في ازازه صغيره للمدرسه. شوكولاته كورونا المحلاه دي ب17 جنيه. ودي شوكولاته سما القالب، ده المفروض شوكولاته الطبخ، المفروض القالب منها عامل 35، بس بصراحه يعني هو قال لي عشان خاطر اخر واحده عنده فاداها لي ب30 بس. دي كانت مشترياتي. في حاجات منها المكرونات والسكر والكلام ده كله باذن واحد هيكفي معايا لاخر الشهر. الجبن، الفكره دي جديده، انا اول مره يعني اعملها، فهنشوفها مع بعض ان شاء الله. هجرب وهطلع اقول لكم كفت معايا وازاي عرفت اتصرف بيها، كفت معايا ما كفتش معايا، احتجت اجيب عليها ولا لا. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.